السلام عليكم، كيف الحال؟ أخباركم طيبين؟ أسعد الله مساءكم. المقطع هذا عن بنت قتلت في السعودية وقام عليها حكم القصاص، ورجعوا بدل الحكم القصاص دفع الدية. المبلغ الدية له 10 مليون سعودي كان، وخفضوه من 10 مليون سعودي ل5 مليون سعودي، ومن 5 مليون سعودي رجعوه 3 مليون سعودي، وثبت المبلغ هذا 3 مليون سعودي، وتم دفع المبلغ من 3 مليون لمليون سعودي تم دفعه، وباقي 2 مليون عادها ما دفعوا أي مبلغ غير مليون، وباقي مليونين. أنا أتمنى أن جميع كل واحد يشوف المقطع هذا أو يشاهد المقطع هذا، والذي يريد فعل الخير ويريد الأجر، عندك مبلغ تبغى تتبرع لعتق رقبة تبرع، ما عندك فلوس انشر المقطع لناس غيرك عشان يشوفوا المقطع. فعل الخير كثير. أنا أعم جميع المناطق اليمنية وبعض التجار الذي في الخليج وفي خارج الخليج والذي يبغوا الأجر. أنا أتمنى إنه المبلغ هذا باقي 2 مليون إنه يسدد، وقدام حكم البنت الهجري شهر 12 يوم 30، باقي لنا مدة بسيطة، يمكن 7 أيام مدري 8 أيام، وراح يصدر الحكم الإعدام. ما في دية، راح يصدر حكم الإعدام على البنت شروق بنت اليمن الذي قتلت بالغلط. وأتمنى إنه الحكم هذا ما يجي إلا المبلغ هذا تم وقفل المبلغ. ما عندك فلوس انشر المقطع وفاعل الخير لغيره، داعي للخير كفاعله. انت دعاه والناس راح يجوك من كل محل. وأتمنى أن جميع المحافظات اليمنية مثل مارب، حضرموت، أبين، صعدة، ضمار، رداع، إب، صنعاء، المحويت، تعز، جميع المحافظات اليمنية أن يوقفوا وقفة واحدة مع البنت هذا الذي قام عليها القصاص في المملكة العربية السعودية، وراح يتنفذ القصاص حقها 2025 وبالهجري شهر 12 يوم 30. احنا راح نقوم معاها وراح نقبل المبلغ، راح نقفله وراح نقوله، وهذا راح يتقفل المبلغ ان شاء الله قريبا. والنداء لاصحاب الذي في امريكا، اصحاب الشعر المغتربين الذي عندهم اموال وعندهم يعني تجارة في جميع انحاء العالم وفي البلاد وفي خارج، ان يقوموا وقفة وما يخلوا الحكم القصاص الا دن اجى المبلغ بالكامل. ورسالة اصحاب حضرموت والحضارمة الذي في الخليج وخارج الخليج ان يشوفوا البنت هذا ويقفلوا المبلغ. وانا اقول انه في ناس راح يقوموا ويحبوا فعل الخير، مو احنا، في ناس يحبوا فعل الخير احسن منا. وتحياتي لكم وتحياتي الذي يشوف المقطع ويقوموا بالفعل الخير والنشر. وراح يقوموا بحملة الذي ما عندك ارسل برود، ارسل كم ما تبغى بقلب، بدل ما تروح بث اي شخص ثاني وتعطيه قلب وتعطيه مدري ايش، ويعني بثوث لا يرضي الله ولا رسوله في بث مباشر يوم الجمعة، وراح تقع حملة
والكل يدخل على الصفحة محمد، هذا الأخ محمد راح يقوم البث حقه يوم الجمعة، وتبرعات الذي فعل الخير عليه يتبرع كم معه، يرسل كم معه، وراح تيجي المبلغ هذا ليد أمينة وتروح تعطيه للدية لأختنا شروق، وإن شاء الله إنها تصلح. وتحياتي لكم.